ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العيد بكرة، كل سنة وانتوا طيبين. يعني الفتة بكرة واللحمة بكرة كمان. لو عايزة تعرفي اهم التكات بتاعة الفتة كملي معايا الفيديو، ما تنسينيش في المتابعة والاعجاب. نبدأ كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نسلق اللحمة وننزل معاها بصلاية وورق لورا وحبهان، ونسيبها بقى لحد ما تغلي، وبعد كده نوطي عليها بقى وننساها شويه لحد ما يبان لها اصحاب. نيجي بقى عشان نعمل الطماطم بتاعه الفته. بنزل كده في سمنه، طبعا انا جبتها شويه بتسيح، معلش. سمنه بلدي، وننزل بالثوم فيها، فصين ثوم، وافضل اقلب كويس جدا. واول ما الثوم عندي يبقى لونه ذهبي انزل بالطماطم، ما سيبهوش يتحمر عشان ما يررش مني، واسيبها بقى لحد ما تتسبك. اول ما تتسبك على طول اروح قافله عليها النار، وانزل بالتوابل بتاعتي. ايه هي التوابل بتاعتي؟ ملح وكزبره ناشفه، بس كده. واقلب كويس. لو تلاحظوا انا مش فاتحه النار عليها، خلاص هي استوت كده وتمام واتسبكت كله زي الفل. احط بقى الحياء بتاعي كده بعد ما قفلت النار، وافضل اقلب كويس عشان مفيش حاجه تتكتل مني او حاجه ملح ما يتقلبش كويس كده. شايفين ما شاء الله الحمار عامل ازاي؟ نيجي بقى للرز الابيض بتاع الفته. المفروض ان احنا بنعمله بسمنه او زبده، بس انا عندي جوزي ما بيحبش الرز يتعمل بالسمنه، فلازم اعمله بالزيت. انتوا اعملوا بالسمنه براحتكم. واروح على طول كده نازله بالرز اللي انا نقعاه من فتره، وبعد كده انزل بملح وفلفل اسود والميه المغليه. اقل من 5 دقايق كان مستوي. وبصوا الرز جميل جدا ومفلفل وحاجه عظمه. نيجي بقى للدقه بتاعه اللحمه عندي لازم اعمل لها دقه. في معلقه سمنه احط فصين توم، اول ما يحمروا معايا انزل باللحمه بتاعتي، ويكون سمينه برضو، وافضل اقلب فيها، اقلب بعد كده انزل بالطماطم، وافضل بقى اقلب في اللحمه. بصوا هتلاقيها عماله تتحمر مني كده. اول ما اوصل للمرحله دي كده خلاص، احس ان اللحمه شربت كل الطماطم، بقت لونها نفس لونها كده، اقوم نازله بربع كوبايه خل، واقفل النار على كده. نيجي بقى هنا للعيش المحمص. ممكن تحمصيه في زيت او في سمنه او في الفرن. انا هنا حمصته عادي جدا في الفرن، ونزلت عليه بكبشتين شوربه علشان الناس اللي مش بتحب العيش يكون بايش. بعد كده نحط بقى الرز بتاعنا، وبعد كده ننزل باللحمه بتاعتنا. طبعا طعم كان جامد. وهنزل كمان بشويه من صوص الطماطم اللي انا عملته. الطعم كان تحفه جدا، والعيش كان مقرمش جدا. مستنيه رايكم في التعليقات لو ما تعملوها، وما تنسينيش بقى في الاعجاب والمتابعه والسبسكرايب على اليوتيوب. وكمان كل سنه وانتم طيبين.